لو سألتني أكتر غلطة في التنس ما بحبهاش وغلطة قاتلة، يعني كل شغلانة كده بيبقى فيها غلطات لو رحنا لها بتبقى مؤلمة جدا. الغلطة دي اللي هي تغيير المسكة بتاعة السيرف في وسط ميد سوينج، يعني في وسط السوينج كده تلاقي اللعيب راح مغير المسكة، حاجة زي كده يعني. لدرجة إنها ما بتبانش، هو بيبقى بديلك السيرف يوري له الكوتش ماسكة تمام كونتيننتال آخر جمال وكل حاجة، وبعدين الماسكه دي طبعا صعبه على الصغيرين جدا لانها مش معموله للزق، هي معموله عشان تلف الكوره، فبتضايقك جدا في الزق. فالولد وهو صغير من كتر الضغط عليه بيبقى حاسس انها صعبه، او بيحس ان دي مور كومفورتبل انه يغير الماسكه يعمل كده، فبيقعد بيها سنين لغايه لما بقى في لعيبه بتعملها هو فاكك صابعه في الحته دي كده بين الباك سوينج والفورورد سوينج، في الحته دي كده هو طالع بتلاقي راح فاكك صابعه ومغير الماسكه علشان يجيبها الماسكه كومفورتبل. وشفت اقوى من كده بقى، شفت بنت في سيدات وصلت لسيدات بتعمل حاجه اقوى بقى، يعني الكوتش يشوف الماسكه مظبوطه وبعدين تلعب السيرف وبعدين تخلص ترجعها تاني، يعني هي بتبتدي بمظبوط وتخلص بمظبوط بس في النص ساعه الكونتاكت بتغير. ليه بقى بكره الغلطه دي وليه خطر جدا؟ لان انت كل مره انت بتلعب بماسكه شكل، يعني مش بس بتلعب بماسكه غلط، انت كل مره غلط شكل غير التاني، يعني مره عامله كده ومره كده ومره كده ومره كده ومره كده، وبتغير ساعه الكونتاكت. وساعات وانت بتفك صوابعك، انت بتفك صوابعك خفيف قوي عشان تغير، انت بتغير بايد واحده طبعا مش بتغير بايديك الاثنين، وانت بتفك صوابعك تغير المضرب ممكن يخبط في الكره ويلف لان انت ما لحقتش تمسك صح. فهي غلطه منتشره انتشار اكتر مما تتخيل، وهي خطر جامد جدا، من اكتر الحاجات اللي بتعطلك في السيرف. ايه النصيحه عشان تمسك الغلطه دي؟ طبعا التصوير السوبر سلو موشن، وان انت تكون بتدور عليها. فاعتبر ان الفيديو ده يعني علشان نبتدي ندور على الغلطه دي، هتلاقيها منتشره اكتر مما تتخيل، انك هتلاقي لعيب بيغير الماسكه في نص السوينج بتاع السيرف. بالمناسبه يعني هو الايد الشمال او النون راكت هاند دورها من الادوار بتاعتها، لها كذا دور من الادوار بتاعتها حتى في الضربات العاديه الفور هاند والباك هاند، مساعدتك في تغيير الماسكه. انت تغير بايد واحده كده صعب جدا انها تيجي مظبوطه.